أهلين يا جماعة، وحشتوني كتير. اليوم حكايتنا غير، مو مثل كل مرة فيها ضحك ومشاكل وحروب وصحباتي. اليوم الحكاية بلشت بهدوء، بس جواتها كان فيه خوف، وفيها لحظة حسيت فيها إنه الإنسان أوقات بيكبر فجأة، مو بالعمر بس بالموقف. اليوم رح أحكي لكم عن ستي أمينة، أم ماما، اللي دايما لما نروح لعندها بتقول تعوا يا روحي البيت نور، حتى لو كنا عاملين دوشة تقلب البيت فوقاني تحتاني. بس هالمرة ما رحنا لعندها ببيتها، رحنا نزورها بالمشفى. خلوني أحكي لكم من البداية. لانا، خلص فطورك يا بنتي. ماما أنا خلصت تقريبا يعني لسه ما خلصتي. أنا خلصت. انتي أكلتي لقمة واحدة. بس أكلتها بإخلاص. إخلاص ما بيشبع، المهم النية حلوة بس الجسم بده أكل. صباح الخير يا أهل البيت. صباح النور أبو لانا. بابا، اليوم ممكن بعد العصر أروح الحديقة؟ مع مين؟ مع نور وسلم موجود. وأنا. انتي عندك واجب. الواجب ممكن ينتظر. لا يا روحي، الواجب ما بينتظر. طيب أنا بنتظر وهو يروح لحاله. ما شاء الله، فلسفة الصبح بدري. ألو؟ ايه يا خالتي، خير؟ متى صار هالحكي؟ طيب نحن جايين هلأ إن شاء الله خير. ماما شو صار؟ مين كان؟ خير يا أم لانا. أمي تعبت شوي وأخدوها على المشفى. ستي؟ يعني هي منيحة؟ إن شاء الله منيحة يا بنتي، بس لازم نروح نشوفها. المشفى يعني مرض كتير؟ لا يا حبيبتي، مو لازم، أوقات الواحد بيتعب شوي والدكاترة يطمنوا عليه. أنا بدي أروح معكن. أكيد راح تروحي. المشفى كبير. إيه. وفي ريحة غريبة. ريحة تعقيم. أنا مو بحبها. ماما قلبي عم يدق بسرعة. طبيعي، بس لما تشوفي أمي راح تهدي. هي راح تفرح لما تشوفنا. أكيد، انت بتعرفي أمي لو شافتك من آخر الدنيا بتقول تعي يا عمري، تعي لحضني. أنا بدي حضن كمان. كلنا بدنا. أمي شخبارك؟ جيتوا يا روحي؟ لانا تعالي يا قلب ستي خوفتينا. لا تخافي يا روحي، أنا بخير، شوية تعب وبيعدي. ستي أنا كمان خفت. تعي انت كمان. ستي بدك أساعدك؟ لا يا روحي أنا بقدر. بعرف إنك تقدري، بس خليني أساعدك. كبرتي يا لانا. مو كتير. لا، كبرتي من جوا. لانا تعرفي إيش أكتر شي فرحني اليوم؟ إننا جينا. إيه، بس مو بس لأنكم جيتوا، لأنكم تذكرتوني. ستي كيف ما نتذكرك؟ أحيانا يا روحي الكبار بالعمر ما بدهم شي كتير، ما بدهم هدايا غالية، بس بدهم زيارة. يعني بدهم تسألوا كيفك، تعبانة، بدك شي.
ستي أنا مقصرة معك. لا يا عمري، بس الحياة بتشغل الكل، دراسة، لعب، موبايل، أصحاب، وبننسى إن في ناس بتفرح بس لما نطل عليهم. ستي أنا راح أزورك أكتر حتى لو ما كنت تعبانة. هيك بدي، ما بدي تزوروني بس بالمشفى، زوروني وأنا عم أعمل كعك، وأنا عم أسقي الزرع، وأنا عم أحكي نفس القصة للمرة العاشرة. ستي انتي فعلا بتحكي نفس القصة كتير، لأنكم ما بتسمعوها منيح. لا، لأنك بتحبيها يمكن. الحمد لله الوضع مطمئن، هي بس تحتاج شوية راحة ومتابعة. يعني ما في شي خطير؟ لا إن شاء الله، بس لازم ترتاح وما تتعب نفسها. يعني ممنوع أعمل كعك؟ اليوم ممنوعة. وبكرة؟ انتي والطبيب ضدنا. بكرة نشوف. أول مرة أحس إن كلمة الحمد لله تطلع من قلبي قبل لساني. كنت خايفة، بس لما الدكتور قال إن ستي راح تكون بخير حسيت إن الدنيا رجعت ألوانها. وهيك خلص يومنا. كنا مفكرين إننا رايحين نزور ستي ونطمن عليها، بس الحقيقة إحنا كمان احتجنا هالزيارة. احتجنا نتذكر إن في ناس بحياتنا بيحبونا من غير شروط، ناس بتفرح لما نشوفها، ناس دعواتها حوالينا حتى وإحنا مو منتبهين. ستي كانت تعبانة بس ابتسامتها خلتنا نقوى، وصحباتي إن شاء الله بيجوا يزوروها. فهمت إن المحبة مو بس كلام، المحبة وقت، زيارة، سؤال، رسمة بسيطة، وردة صغيرة، أو حتى بطاقة مكتوبة من القلب. اليوم ما بدي أقول لكم القيمة بشكل مباشر، بدي انتو تقولولي شو فهمتوا من حكاية اليوم. هل الزيارة ممكن تفرح المريض؟ هل لازم نسأل عن جدودنا وجداتنا أكتر؟ وهل في شخص بحياتكم محتاج منكم زيارة؟ اكتبولنا بالتعليقات آخر مرة زرتوا فيها جدكم أو ستكم إمتى، ولو راح تزوروا حدا تعبان شو الهدية البسيطة اللي ممكن تاخدوها معكم. أنا لانا، وهيدي كانت حكاية جديدة من حكايات لانا الشامية. بشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي. ولا تنسوا، أحيانا أجمل دواء إنك تحس إنك مو لحالك. باي باي.